جاي كلام عن موضوع بن شرقي ما بيدافعش، بن شرقي ما بيدافعش، خلاص بقت لبانه في الكل. انا متفق معاك انه عنده مشاكل في التغطيه الدفاعيه، لكن كل لعيب في الدنيا عنده ميزه. مين الوحيد اللي يقدر يستفيد بكل ميزه من اللعيب ده؟ هو المدرب. اقدر اخد منك انت هنا وهنا وهنا وهنا، كل حاجه بتميز كل لعيب اقدر اخدها منه، لان كل مدرب كبير ليه اسمه بيقسم الماتش. سواء الفريق اللي قدامك بيضغط، سواء الفريق اللي قدامك زي موضوع انتر ميامي كبار في السن، فممكن البدني يقع في الشوط الثاني وهكذا. فهتكلم عن ماتش انتر ميامي خصوصا يعني. ضيعت 5 تجوان الشوط الاولاني. سيبك من موضوع ضربة الجزاء. الشوط الثاني جه. انا بالنسبه لي اخطر ناس في الاهلي بتروح على الجون هم تريزيجيه وبن شرقي. فينش وخطوره واسيست وكل حاجه. طيب، آه تريزيجيه خرج، ينزل مين؟ نزل طاهر. طاهر على عيني وعلى راسي، بدني وبيدافع. احنا خلاص وصلنا لمرحله ان انا بروح على الجون، عايز اكسب. مين اللي هيفنش؟ يا ما شفنا كتير قوي. كهربا في ماتش باتشوكا القديم راح انفراد وضيعه، خرجنا. قفشه في ريال مدريد مش عارف يحط. حسين الشحات الماتش اللي فات مش عارف يعدي ولا مش عارف يباصي، مش عارف ياخد قرار. فلما يجي لنا حد مرعب بلمسته، استلامته، بالفينش بتاعه، ما نستفيدش منه. فنزل طاهر مكان تريزيجيه. فجملة ما بيدافعش دي، انت نفسك في ماتش ميامي انت مغطي، انت مأمن نص الملعب. احنا مش عايزين غير واحدة بس، هي واحدة. نزله في الدقيقة 70، نزله في الدقيقة 75. مش هيبقى، مفيش حد هيبقى اخطر منه بعد تريزيجيه غير بن شرقي اللي هيروح لك واحدة تضمن لك 3 نقط. غير كده راح مننا بطولات كتيرة جدا بسبب اللمسة الأخيرة والفينش. جد في 2010 اتسمى البديل الذهبي عشان خاطر بس حسن شحاتة ونظرته. لو حسن شحاتة ما كانش خد القرار ده ما كناش نعرف. جده نزل مرة هدف، التانية في التالتة في الرابعة، بقينا نتعب، بقينا نطلب ان جده ينزل. هل جربت كده؟ طول ما انت مدرب مش هتاخد الريسك، مش هتاخد بطولة، مش هتعمل اسم. تاني، مش هتاخد الريسك، مش هتاخد بطولة، مش هتعمل اسم. مش هتفضل تتفرج زيك زينا. على رأي الاستوديو العظيم زمان مودرن سبورت، تغيير قصب بقصب. انت ما عملتش حاجة، انت بتتفرج زيك زينا، خد الريسك. مانويل جوزيه زمان كان كل المهاجمين، ما هو انا هخرج من البطولة. ففي ناس تقول لك انا خسرت واحد أأمن بقى، مش هاخد، مش هبلع التاني والتالت. انا خلاص خسران من البطولة، واحد زي اتنين زي تلاتة زي اربعة. يلا ممكن، ليه لا؟ مورينيو لما كلف ايتو بمهام دفاعية، ده مدرب عايز يكسب بطولة، ده مدرب عايز يعمل حاجة. اللي انا اعرفه ان كولر، وما اعرفش ده صح ولا غلط، ايام الاداره كانش عايزه على بن شرقي يعني، فالاداره جابته فهو عاند معاه. طب عماد النحاس في اخر ايام في الدوري مشكلتك معاه ايه؟ طب المدرب الجديد ده، هل عماد النحاس وصل لريبيرو ده ايه؟ وصل له ايه؟ ما بيدافعش فهو امن على كده، ولا لعبه ماتش واحد بس الودي فكرر بعد كده؟ مفيش في الدنيا كده. انت بتلاعب الفريق اللي قدامك، بتدرسه من خلال الفيديوهات اللي بتتفرج عليها، من خلال كل حاجة، بتدي كل لعيب عندك على الدكة تستفيد بالميزة اللي عنده. في ماتشات أنا عايز النهاردة حمدي فتحي، الماتش اللي وراه لا أنا عايز ديانج. إيه اللي غير رأيك من الفرقة اللي قدامي؟ من فرجتي استغليت كل واحد عندي. فممكن أنت بإيدك تعمل بديل ذهبي على بن شرقي، جربه. هنفضل طول عمرنا بطولات تروح وماتشات تروح بسبب الفينش الأخير. وسام راح ضيع، إمام ضيع، حمدي هقول إن هو مش مطلوب منه بس جوه منطقة وضيع. فانت خسران حاجه لما بن شرقي ينزل؟ انت مأمن. طول عمرنا لما بنلعب كوره بنقول للحريف استنى انت قدام هنقطعها ونديها لك، لان هو عارف هيحطها ازاي، هيروح يحطها. اتفرجنا على ماتشات اوروبيه وفي افريقيا وفي اسيا، في لعيب واحده بس بيظهر له، واحده في الماتش واحده بس بيروح يحطها لك. هي دي النقطه كلها. انا عارف انه ما بيدافعش، طب وبعدين؟ مش قادر تديله من 75 وتقفل وراه لان هو الاخطر؟ يا جماعه واحده بس احنا مشكلتنا بقالنا سنين بنروح على الجون بس ما بنحطش. جالك واحد زي بن شرقي خطر على الجون، ماتش سان داونز في هناك، نزل في دقيقة، يعني مش عايز اقول لكم في دقيقة كام، وكانت حاجة. استلم 10/10، راح فنش 10/10، اتلغى
بس بص يعني، بص لمسته، بص الفينش بتاعه، ما راحش حضر الجون شاطها في دماغه، شاطها في دراعه، شاطها في صدره زي ما كلنا متعودين. اللمسه بيعمل لك كوارث ورا. ما انت الماتش بتاع ميامي ده انت مأمن اصلا. من الدقيقه 80 الفريق اللي قدامك ما بيكونش وقع، ما بتكونش ملاحظ ان انت بدأت تروح خلاص على الجون، فانت بتروح. يعني انا عايز واحد يفنش، واحد واحد على واحد يعدي يدي لي اسيست، ولا انت عايز كل اللي جاي حسين الشحات يروح ثلاثة على شماله تقريبا لمح ميسي اترعب، اباصي اعدي؟ ده لا. مش تفضل طول عمرك معلق شماعة ما بيدافعش، ما يدافعش والله يا جماعة. ما يدافعش ايه يعني؟ اتفرج على ماتشات أوروبية، اتفرج على الدوري الإنجليزي، ساعات بينزل واحد بس الدنيا قفلت، هو واحد حنكوش بيكلم الكورة بيعدي اسيست جون، الماتش خلص السلام عليكم. لا منزله في الأول بس مخصص له وقت، أنا عارف، أنا دارس، أنا عارف سيناريوهات، أنا مقسم الماتش دقايق، تلت ساعة الشوط الأولاني، بداية الشوط التاني هبدأ عامل إزاي. كفاية حوار ما بيدافعش دي، كفاية ما بقاش فيه في الموضوع، في الموضوع الكورة كده. انت ترزي كمدرب، ده هنزله كده، ده المدرب الصاحي اللي عايز يعمل حاجة، ده في الدقيقة كذا، ده في الدقيقة كذا، لكن هتفضل طول عمرك واقف تتفرج، مش هيحصل حاجة، مش هيحصل حاجة. اه في ماتشات طالبة طاهر طبعا، يقفل ويجري ويوقفها ويستلم، بس طاهر اللمسة الأخيرة عنده مش أحسن حاجة. حد يقول لي الجون اللي جابه اه شوطة من مليون، لكن هتقول لي طاهر ولا بن شرقي في اللمسه الاخيره في الواحد على واحد، اقول لك بن شرقي. في ماتشات طالبه طاهر على عيني وعلى راسي، في ماتشات عايزه بن شرقي. مش قادر تدافع، فهو عيب كمدرب ان انت مش قادر تغطي وراه، مش قادر تعمل حاجه تخلي واحد يفنش لك يجيب لك بطوله. ما هي كده طول عمرها كده. هظبط نص ملعب عشان البني ادم ده هو اللي هيروح يحط، فتاني وتالت ورابع. خليه لك بن شرقي ده كارت، بعد تريزيجيه بن شرقي مرعب واحد على واحد، خلي وشه كده، خلي وشه كده طول ما هتديله مهام دفاعيه خطورته هتقل، هو ما بيعملهاش اصلا، فانت مش مستفيد حاجه. تريزيجيه هو تكوينته كده، راجل بينزل لنص ملعب، بعد نص الملعب بيستلم من تحت، في مرات بيدافع. هي نوعيات زي ما قلت لك، كل لاعب في الدنيا ليه ميزه تقدر تستغلها، هتبقى مدرب كبير، تخش التاريخ، هتعمل اسم. هتفضل خايف متحفظ واقف تتفرج؟ لا اعملي التغييره دي مكان دي، ودي مكان دي، مش تاخد الريسك، مش تبقى مدرب كبير. وكفايه تعبتون، والله تعبتون، حرام عليكم، سلام.